ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس بيلعبوا الكوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام مصطفى فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات ناديين، نادي منهم دوري ممتاز، نادي منهم في دوري المحترفين. ناديين هم نادي بتروجيت بيلعب دوري ممتاز حاليا، ونادي المصريه للاتصالات بيلعب في دوري المحترفين. هنتكلم عن كل التفاصيل الاختبارات وهنتكلم عن المواعيد وكل حاجه. بس قبل ما نبتدي الفيديو في حاجه مهمه جدا تبقى في اخر الفيديو، معلومه مهمه جدا لازم تسمعها عشان دي هتخليك ان انت تروح الاختبارات ولا لا. قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. يلا نبتدي الفيديو. اول حاجه اختبارات نادي بتروجيت. نادي بتروجيت من الانديه اللي في الدوري الممتاز، امكانياتها كبيره جدا، بس من الانديه اللي السنه اللي فاتت كانت استثماريه بشكل كبير. فمن الانديه اللي انت لو رحت وقبلت ومستواك مش مميز جدا هيطلبوا منك مبالغ كبيره. فمن الانديه اللي انت ممكن ما تروحش اختباراتها عشان في الاخر هيطلبوا منك فلوس. برضه هنقول تفاصيلها ومواعيدها عشان لو انت ليك الحريه ان انت لو عايز تروح. اختبارات بتروجيت هتبقى من اول مواليد 2011 لحد مواليد 2005. كل الاختبارات الساعه 9 صباحا. الاستماره هتبقى 150 جنيه. الاختبارات متقسمه كل يوم في اختبار مواليد معين، يعني بدايه من السبت يوم 31/5 اختبارات مواليد 2011، الحد 1/6 اختبارات مواليد 2010، الاثنين 2/6 مواليد 2008، التلات يوم 3/6 مواليد 2009، الاربع يوم 4/6 مواليد 2007، والخميس 2006 و2005. ده بالنسبة للمواعيد والمواليد، وبرضه ارقام التليفونات هي لو عايز تسأل عن اي حاجة تسأل قبل ما تروح. ده بالنسبة لاختبارات بتروجيت. قلنا النادي من الأندية الاستثمارية، من الأندية اللي بتطلب مبالغ ومبالغ كبيرة. مقسمين القطاع ألف وب، ألف ليه مبالغ أقل وب ليه مبالغ أكبر، برضه عشان تبقى عارف قبل ما تروح. النادي التاني هو نادي المصرية للاتصالات. نادي المصرية للاتصالات من أندية الدوري المحترفين، من الأندية الكبيرة برضه والضخمة، بس برضه فيها قطاع كبير جدا استثماري، يكاد يكون 75% منه استثماري. لو انت مميز جدا طبعا هتقبل وهتروح من غير ما تدفع فلوس. لو انت مستواك يعني مش مميز، كويس بس ومش مميز، هتلاقي نفسك بيطلبوا منك مبالغ. اختبارات ان شاء الله هتبقى من مواليد 2012 لحد 2019، من مواليد 2012 لحد 2019. كلها هتبقى الساعة 6:30 المغرب، 6:30 المغرب. سعر الاستمارة 100 جنيه. الاختبارات هتبقى في نادي المصرية للاتصالات في شارع المخيم الدائم بجوار الأمن الوطني أمام جامعة الأزهر. ده بالنسبة لاختبارات المصرية للاتصالات. للناديين أندية استثمارية، برضو لازم تاخد بالك من النصيحة دي، أندية استثمارية. فأنا من وجهة نظري بلاش تروح اختباراتهم الاتنين، بلاش تروح اختباراتهم. وفر مجهودك ووفر فلوسك، الاختبارات أهم وأفضل. أنا في كل فيديو بنزل اختبارات بقول لك الاختبارات دي تروحها ولا لأ، فأنت تابع الاختبارات اللي أنا هقول لك فيها مميزة وتروحها ولا لأ وتقدر إن أنت تروح. لكن الاختبارات اللي بقول لك بلاش دي اختبارات استثمارية، فبعد ما تقبل هتلاقي بيطلبوا منك مبلغ، ومبلغ كبير مش مبلغ صغير. كده خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات هعمل لكم بيها فيديو، او لو عايز تسال اي سؤال هرد عليك على طول. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كوره. يلا نشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم.